دائما في هذا الملف. ينضم إلينا الآن مباشرة من باريس إسماعيل خلف الله، المحامي والخبير في القانون الدولي. أهلا بك معنا هذا المساء على فرانس 24. أستاذ إسماعيل، من الخاسر من الرابح بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على خطة الحكم الذاتي بالتوافق مع رؤية المغرب؟ هل الخسارة تقع على الجزائر الداعمة لجبهة البوليزاريو منذ عدة عقود؟ بداية أستاذ وحيد مشاهدينا الكرام، دعيني في البداية أصحح التغليط الذي جاء به ضيفكم من الرباط عندما يقحم الجزائر وكأن القرار تكلم عن الجزائر. نحن هنا جئنا لنناقش هذا القرار الذي نعتقد بأن هذا القرار قد جمع بين الشيء ونقيضه، لم يفسر حقيقة. هو أدرج مصطلح الحكم الذاتي، ولكن هل في القيمة القانونية لهذا القرار قد أصبحت الرباط له السيادة على الصحراء الغربية؟ أعتقد أن القرار بعيد كل البعد على هذا المنحى الذي يسوق له الآن والاحتفالات التي نراها في الرباط. أعتقد بأن القرار، أنت طرحت السؤال من الخاسر من الرابح، أعتقد أن المسألة لم يطرأ عليها جديد، فبالعكس أدرج مصطلح جديد وهو الحكم الذاتي. ولكن هل منحت السيادة المغربية على الصحراء الغربية؟ وهل منح القرار حق تقرير المصير؟ أدرج هذا وذاك، أدرج إمكانية حصول الحكم الذاتي مع إمكانية تقرير المصير. إذا كنا نقول يا أستاذة، إذا كان القرار يتكلم على منح نشرة المنصور سنة كاملة، ما معنى؟ ما هي قيمة هذه المدة التي منحها هذا القرار للمنصور؟ ما هي مهمة المنصة هنا إن لم يكن أنها يخول لها أن تجري هذا الاستفتاء؟ أنا أعتقد بأن القضية اليوم الجزائر كانت عضو داخل مجلس الأمن وكان رأيها ثابتا، لكن لا أعتقد أن القرار أو ما نطق به هذا القرار الذي لم يعطي الحق لا للمغرب ولا للصحراء الغربية على تقرير المصير. لحد الآن المسألة ما زالت مطروحة، وبالتالي فالقول بأن الجزائر طرف هو تغليظ. إذا كانت اليوم نظام الرباط يتكلم على أن القرار قد أصبح ملزم، أولا الأستاذة، القرار جاء بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والفصل السادس أعتقد أنه غير ملزم، وبالتالي فهناك كلام على دعوة الأطراف. ما الجديد في هذا؟ هذه الدعوة كانت مذكورة في قرارات سابقة، وبالتالي الجديد في هذا أعتقد أن الجديد في هذا القرار هو مصطلح الحكم الذاتي الذي يقول إمكانية حصول الحكم الذاتي. هل تنخرط الأطراف التي تمت دعوتها من قبل مجلس الأمن في مفاوضات لمناقشة هذه الخطة بعد خطوة التصويت في مجلس الأمن؟ أعتقد أن مجلس الأمن أصبح للأسف الشديد هيئة تسعى لخدمة مصالح خارجية. هذا التصويت لم يخدم لا المغرب ولا الصحراء الغربية ولا المنطقة. أعتقد بأن هذا القرار جاء ليعقد المشهد أكثر، لا ليحل المسألة، لا يحل المشكلة التي طال أمدها 50 سنة. كيف لا يخدم المغرب والعاهل المغربي سارع للترحيب بهذا التصويت؟ والله السؤال كيف لا يخدم الرباط والعاهل المغربي كان من أول المرحبين بتصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي؟ هل الترحيب سيعطيه سلطة السيادة على الصحراء الغربية؟ أعتقد أن الرسالة جاءت من جبهة البوليساريو ومن الشعب الصحراوي الذي رفض رفضا مطلقا هذا القرار. وحتى قلت أن الحكم الذاتي لم ينص القرار صراحة على إلزامية الحكم الذاتي. تبقى دعوة الأطراف، وهذه الأطراف في اعتقادي ما زالت تنظر إلى الشرعية الأممية المبنية على التقرير المصير. إذا كانت هذه الدول تريد سيادة على المغرب، سيادة مغربية على الصحراء، فلتذهب للاستفتاء وتسكت. إذا كنا إذا اعتبروا بأن الجزائر طرف
فلتذهب إلى إقامة الاستفتاء وتفسد الجزائر. ولكن أعتقد بأن هذا التخوف هو دليل على أن الشعب الصحراوي متمسك بحقه بتقرير مصيره. طيب، هل دخول الولايات المتحدة الأمريكية قد يغير المعادلة ويغير من مواقف بعض الأطراف؟ وهنا أخص السؤال في إطار هذه الدعوة التي جاءت من العاهل المغربي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للانخراط في حوار. هل تعتقد أن الجزائر ستستجيب بذلك؟ أعتقد أن الإدارة الأمريكية كانت تطرح نفسها على أنها عارضة سلام وصلح، أن تجري الصلح بينها وبين المكسيك أولا، وتفتح هذا الجدار المبني بينها وبين المكسيك، أن تذهب أن تصلح بين أوكرانيا وروسيا، أن تذهب وأن لم نرى فيتو روسي هذه المرة أستاذ إسماعيل، لم نرى فيتو روسي. لا أن تأتي اليوم وتحاول أن تلوح بهكذا ب60 يوم وكأنه تهديد. أعتقد بأن بهذه الوسائل لا يمكن إقامة سلام ولا يمكن حل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. هذا حل سياسي، أعتقد بأنه حل سياسي يريد من خلاله الأطراف الخارجية أن تستغله لاستغلال ثروات الشعب الصحراوي من خلال ما نطق به القضاء الأوروبي عندما أبطل اتفاقيات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الرباط. هذا هو صميم هذا القرار. نعم. شكرا جزيلا لك من باريس إسماعيل خلف الله، محامي وخبير في القانون الدولي.